كان يا مكان في بيت صغير هادي ودافي، كانت عايشة قطة لطيفة اسمها ليلي. ليلي كانت بتحب تلعب طول اليوم، لكن كانت فضولية جدا. وفي ليلة هادية ليلي كانت قاعدة جنب الشباك، بصت لفوق ولقت القمر منور في السما. قالت ليلي: ايه النور الجميل ده؟ فضلت تبص للقمر وقالت: يا ترى ده ايه؟ كرة كبيرة ولا لعبة؟ وقعدت تفكر شوية، وفجأة قررت تحاول تمسكه. نطت على الشباك ومدت ايديها الصغيرة بتحاول تمسك القمر، لكن القمر كان بعيد بعيد جدا. قعدت ليلي وهي زعلانة مش عارفة توصله، وفجأة جت فراشة صغيرة بتطير جنب الشباك. قالت الفراشة: يا ليلي، القمر مش لعبة. سألتها ليلي: أمال إيه؟ قالت لها: القمر صاحبنا، هو اللي بينور الليل علشان كلنا ننام في أمان. بصت ليلي للقمر تاني وحست إنه كأنه بيبتسم لها. قعدت ليلى على الشباك تبص للسما وللنجوم، وقالت بهدوء: تصبح على خير يا قمر. وبعدها من يومها كل ليلة قبل ما تنام ليلى تبص للقمر وتقول: تصبح على خير يا صاحبي. وانتم كمان يا أطفال جاهزين للنوم؟ تصبحوا على خير.